عمال تقلب في الفيديوهات، استنى ما تقلبش واسمع مني البشرة الحلوة دي، وكمان خد مني الدعوتين دول وبعدها توكل على الله. لعلها تكون ساعة إجابة النهاردة ليلة الجمعة، يعني الدعاء مستجاب. ادعي معايا وقول اللهم آمين. ربنا يا رب يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة، ويرزقك من حيث لا تحتسب الرزق الوفير، ويفتح لك كل الأبواب المتقفلة، وييسر لك كل أحوالك وأمورك، ويفرح لك قلبك بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا يجبر بخاطرك جبر يتعجب له أهل السماوات وأهل الأرض. ربنا يرضيك وينصرك ويسترك، ولو كنت مظلوم ربنا يجيب لك حقك من الشخص اللي ظلمك من فوق 7 سماوات بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب اجعله من عبادك الذين ممن ينادى عليهم في السماء وتقول له يا ملائكتي اقضوا حاجة عبد الليلة لقد بلغ يقينه قدري. اللهم إني أسألك يا الله أن تقضي حاجته. اللهم إني أسألك يا الله أن تقضي حاجته. اللهم إني أسألك يا الله أن تقضي حاجته وتحقق له كل ما يتمنى ويرجو. اللهم إني أسألك يا الله أن تصرف عنه شياطين الإنس والجن. ادعي ادعي وقول آمين يا رب العالمين. وعشان دعائك يستجاب لازم تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تعملها النهاردة ليلة الجمعة، يعني تكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي على الحبيب على قد ما تقدر. خلي بالك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الأبواب المغلقة ويجيب لك الخير الكبير. فخلي لسانك ما يبطلش صلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان استغفر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك في آياته الكريمة استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني الاستغفار بيجيب مغفرة الذنوب. وإيه كمان؟ كمل الآية: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ايه الخير ده؟ فلو انت حاسس بالضيق في المال، حاسه ان زوجك ما بيحبكيش، نفسك تتجوزي، نفسك في الخلفه، نفسك ربنا يفرجها عليك، يبقى تصلي على الحبيب سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تستغفر الله العظيم. والله ساعتها لك كل حاجه نفسك فيها ربنا هيحققها لك في غمضه عين. بس انت صدق واوعى تنسى الصدقه ولو بشق تمره، زي ما الحبيب صلى الله عليه وسلم وصانا. تصدق لأي حد تعرفه ولا ما تعرفوش بأي حاجة مهما كانت بسيطة، مش مهم. الصدقة بتزيل هموم الدنيا. والله اعمل اللي بقولك عليه دلوقتي، والله العظيم لا هتشوف عوض ربنا الجميل اللي هيخليك تبكي من عطائه. وده عن تجربة شخصية. والله أنا بدعي لك من قلبي عشان بحبك في الله. أنا متأكدة إن رب العزة سبحانه وتعالى تقبل دعائي ليك، لأنه عالم إنه دعاء خالص لوجهه الكريم، دعاء صادق من قلب محب الخير لكل الناس. بس المهم إنك تأمن بقلب على يقين بالإجابة، قلب متيقن إن رب العزة استجاب دعائك، هيحقق لك كل ما ترجو وتتمنى وأقرب مما تتخيل. بس ساعتها ما تنسانيش في الدعاء، وكمان هستنى منك البشارة. هستناك تقولي إن الحمد لله ربنا حقق لك أمنيتك واستجاب لك دعوتك. ربنا يا رب يراضي ويسعد كل من نشر الفيديو ده بنية إنه يفيد غيره. ربنا يا رب يرزقك بالمال والصحة والستر والبركة والرزق الوفير. أحبكم في الله، هدية محمود.